مشغل خياطة. مشغل خياطة. شوف الدنيا هنا مع الناس اللي شغالة، عرب وروس في كل حتة، وفي أغلب الناس اللي طلعت عود عمل كانت طالعة عود عمل خياطة، مصانع خياطة. فهنشوف الدنيا معاهم كده ايه، وأخبار الدنيا ايه، وأخبار الشغل ايه. تجارب محدش بينزلها على اليوتيوب غير العبد لله. بس أنا عايزك تحط بس تدوس لايك واشتراك في القناة، عايزين نعلى شوية بالقناة. هننزل هنا في شخص روسي طبعا اسمه ألبرت. Привет, Альберт. Привет, Мустафа. Как дела? Все хорошо? Хорошо, нормально. Как работа здесь? Все нормально? Нормально, да. А работа вообще в сфере швея, ну как-то хорошая, не? Сейчас хорошо оплачиваемая Да? работа в сфере швея и, как сказать, востребованная. Востребованная. Имеет русский язык, имеет значение или, ну... Имеет значение хотя Да. бы с азы знать. Азы. Азы. Азы М. русского языка надо бы желательно знать. Можно и без него, но без него сложнее. Ну, как-то, который хватает даже, ну, для общения хоть бы. Для общения, Да, да. чуть-чуть. Да, Немного чтобы и надо смог этого работать, немного. да? Да. А. Чтобы смог понимать. Что надо, как что делать, хотят, да, что договариваться, типа, да, все да, это. хотя бы цифры. Ну, надо, цифры, да. Обязательно надо знать. В Количество. этом сфере, да, обязательно. Не в этой сфере, везде. Ну, в общем, да, ну, как-то, В да. магазине тоже. Да, в магазине тоже, да. Хорошо, спасибо. Ладно, тебе, привет Альберт. своим подписчикам. Подписывайтесь на Мустафу. Желаю Хорошо. вам счастья, добра, давайте. спасибо، удачи. Всего удачи. معانا رجاله هنا مصريين، بس في ناس بتتكسف تطلع، ففي واحد يطلع معانا دلوقتي هنتكلم معاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في أول الكلام عايزين نتكلم عن موضوع مهم، وهو إن بداية كلامي في عقودات العمل، لو الناس تفتكر الفيديوهات القديمة لما طلعت اتكلمت عن في عقود العمل، قلت يا جماعة إن أنا عرفت موضوع عقود العمل ده أصلا من ناس خياطين. جت فترة كده نزلت في شغل في مصانع خياطة، وبالفعل في ناس كان أول ما عرفت بالقصة دي كانت ناس سوريين واخدين عقود عمل وطالعين على مصانع خياطة. فبداية عقود العمل كانت أصلا على مصانع الخياطة، الناس اللي محتاجة خياطين هنا، وهي شغلانة مطلوبة وشغلانة يعني الناس بتحتاجها هنا، بتحتاج الصناعية، خصوصا الصناعية اللي هم كويسين كفء يعني. فكانت بداية عقود العمل على أصلا الخياطين. فكان بدأت الدنيا تفتح. الكلام ده عدى عليه 3-4 سنين ورا، 5 سنين ورا. اصلا ساعتها ما كنتش اصدق، لو حد قال لي ان في عقود عمل ما كنتش اصدقه، واخد بالك؟ لحد دلوقتي الناس بتقول ما فيش عقود عمل اصلا في روسيا وما فيش القصه دي، فانت يعني عادي. المهم احنا جيت المكان ده، طبعا كان في ناس مصريين بس طبعا اتحرجوا ان هم يطلعوا قدام الكاميرا. فعلى الشغل دي بتاعت الخياطه، هي شغله موجوده هنا ومطلوبه. وطبعا انا في راجل انا كلمته شغال هناك روسي، اشوفه طبعا كلامي معاه، بيتكلم ان الشغل موجود، الشغلانه دي فيها فلوس. الشغلانه دي طبعا الناس اللي شغاله فيها تفهم فيها اكتر، انا اشتغلت شويه بس انا مش صنايعي ولا افهم القصه دي اصلا. ناس بتشتغل هناك بالانتاج بالحته، وفي ناس بتشتغل بالساعه يوميه، انت واخد بالك؟ ففي اختلاف في القصه دي. العامل الاساسي في القصه دي الخبره تفرق معاك برضو كصنايعي، لكن برضو اللغه. لما اكون جاي من الدار للنار، لو شغال مع عرب اقول لك ماشي الدنيا هتكون سهله معاك، لسه مش شغال مع روس الدنيا تبقى صعبه معاك. لو تاخد بالك برضو من كلام الراجل اللي اتكلم معاه، كان بيتكلم في نقطتين، ان الشغله دي كويسه وفيها فلوس، بس طبعا تفرق معاك لو انت معاك اللغه الروسيه، لو بتفهم اللغه الروسيه. مش هقول لك عم 100% بتتكلم بربان، بس بتفهم جزء ولو بسيط، على الاقل تخلص مصالحك، تعرف تروح، تعرف تشتري، تعرف تتعامل مع الشغل اللي بيجي لك ومع القصه دي، عشان ما حدش يضحك عليك في اي حاجه. تمام؟ انا بقولش الكلام ده عشان اصعبها عليك، اقول لك لا يا عم ما انا بقول لك الشغل طالع، بقول لك الشغل موجود والناس بتشتغل وربك كرم والدنيا جميله، والناس دي كلها بتيجي عقود عمل. يعني تاخد بالك مش واحد جاي في راسه وجاي يشتغل، لا جاي عقد عمل رسمي، يقدر ينزل على مصنع رسمي وبيشتغل عادي ومفيش اي مشكله، تاخد بالك؟ ف بالنسبه لشغل الخياطه هو موجود وهو مطلوب هنا في روسيا، عشان ما حدش مثلا يقول لك لا ومش لا وفي ايه ومش فيش ايه. وفيز السياحه يا اخوانا ما تنفعش، فيز السياحه يا اخوانا لا، الله يرضى عليكم محدش يضحك عليكم، فيز السياحه ما بتشتغلش هنا في روسيا، ممنوع. انت لو اتمسكت بيها هتترحل، وصاحب المكان هيتغرم غرامه كبيره. واصلا دلوقتي مستحيل حد يشغلك في مكان وهو عارف ان في قوانين دلوقتي الدنيا شاده، ومفيش، مستحيل حد يشغلك في مكان وانت معاك فيزا سياحه مثلا، واخد بالك؟ فهناخد بالنا من القصه دي. العقود العمل شغاله، ممكن تتواصل معايا لو حد عايز يعرف معلومات عن القصه دي. وبرضه موجود شغل الخياطه، واخد بالك؟
وانت برضه عارف ان شغل الخياطه يشمل حاجات كتير، مش بس انك تقعد على مكن اللي هو السنجر او الاوفر فاهم، كله بقى. تصليح مكن برضه فيها شغل كويس. القص بتاع القماش برضه فيها شغل كويس. في بقى مكن القماش نفسه، تصنيع القماش نفسه، يعني مش عارف فاكر انا كنت اشتغلت مكان حاجه زي كده، بيصنعوا بقى القماش نفسه على المكن اللي هو بتاع تصنيع القماش. برضه انت لو عندك خبره في حاجه زي كده هتنفعك وهيبقى فيها شغل كويس. يعني بمعنى صح صنايعي دي حاجه كويسه وهتفيدك وهتنفعك. صنايعي ومعاك لغه، مش لغه يعني مستوى الاول بس، معاك لغه تنفعك وتمشيك، هتعديك وتوديك مستوى تاني. فدي كل الشغلانات طبعا موجوده ومطلوبه، والناس بتيجي عليها عقود عمل وبتشتغل رسمي في المصانع بتاعتها. بس بقى بتختلف جوده الشخص مثلا صنايعي او فاهم في حاجه زي كده عن صنايعي تاني، والمكان اللي بيشتغل فيه ومرتبات و والقصه دي كلها. ده فيديو توضيحي للناس الخياطين بقى بمعنى صح، ان الدنيا موجوده وشغاله بالنسبه للخياطه. فيعني ايه، هذا هو الوضع يعني. طب يا اخوانا برضه بس عايز اوضح نقطه، انا مش عايز الناس تسالني اللي هو يعني طب المرتبات كام، طب هو بياخد كام. يعني دي حاجات لما تشتغل انت تعرف. يعني قلت لك مثلا في شغل انتاج اللي هو بيتحاسب بالحته، فهو الحته ممكن تختلف، ممكن تبقى حاجه دي، ممكن تبقى كده، ممكن الملابس مختلفة، الأنواع مختلفة، محدش يقول لي طب باخد كام، طيب متوسط. احنا بنتكلم مثلا أو شغل اليومي، ما هو برضه أنت بتختلف من مكان لمكان، مش الشغل بتاعك في مكان معين أو في مصنع تاني أو القصة دي كلها. فطبعا ما هي ثابتة في مكان واحد، أنت واخد بالك. فما يجيش واحد يقول لي احنا بنقول المتوسط بتاع مثلا المرتب بتاع الشهر بقول لك من 700 دولار ل 900 دولار. ممكن تزيد، ربك كريم، ممكن تقل، موجود برضه، انت واخد بالك. احنا ما بنحبش نعمل بحر الناس ما بنعملش البحر للناس طحينه، وفي الاخر الناس تقول لك لا، بيروحوا للي يجمل لهم الكلام، انت واخد بالك. لما انا اقول له الحقيقه، بقول له والله مثلا لو بنتكلم على عقود عمل مثلا، بقول له عقود العمل بقول 1 2 3 المرتبات بتبقى من 700 ل 900، بيحصل فيها 1 2 3 وممكن يحصل فيها 1 2 3 وسعرها غالي. هو بيروح مثلا اللي بيجمل له الدنيا، واحد بيضحك عليه ويقول له فيزا سياحه وهتشتغل بيها وتقنن وضعك والدنيا جميله، وهو لو اتمسك بفيزا سياحه الله اعلم يحصل فيه. فيعني وبرضه الصناعيه طبعهم بيبقى وحش شويه، مش عام مع الناس، بس الناس الصناعيه لما بتكون هي مش في الخياطه بس عموما، والله مش الصناعيه، هي الناس بقت وحشه كلها مع بعضها. فانا اتمنى ان اخواننا يعني الناس اللي موجوده هنا في روسيا او في الغرب عموما تساعدوا بعض، انتوا مش خسرانين حاجه، ساعدوا بعض لله بس. وبس كان، نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.